ما هو ما ينفعش يا جماعة يبقى ده وقت المانجا وما عملوش. درايف المانجا من احلى الحلا الصيفي البارد اللي بيرطب علينا في الحر ده. هعمله معاكم بأبسط طريقة ليه وبدون اي تعقيد. بس قبل ما نبدأ الفيديو، لو اول مرة بتشوفيني انا سمر رضوان، ما تنسيش تعملي اشتراك للقناة ولايك وشير لو عجبك الفيديو. يلا نسمي الله ونصلي على الرسول، ويلا بينا بسرعة نشوف الجمال ده كله اتعمل ازاي. اول حاجة هنحتاجها هي كيك، سواء تكون انت اللي عاملاه في البيت او كيك فانيليا جاهز من اي سوبر ماركت. ده كنت انا اللي عاملاه. الطريقة بتاعته موجودة برضو على اليوتيوب. وجهزت كمان عصير مانجا بيوريه وعصير مانجا خفيف. جبت مانجاية كبيرة قطعتها وضربتها في الخلاط بدون اضافة اي مية او سكر. بقت عندي مانجا بيوريه. اخدت منها فنجان والباقي زودت عليه مية. انا مزودتش سكر، انا اكتفيت بالسكر اللي موجود في المانجا. زودت عليه ميه لحد ما بقى عصير مانجا خفيف خالص بالشكل ده. احتجت كمان مانجايه كبيره قطعتها شرايح او ممكن تقطعيها مكعبات زي ما انت عايزه. انا هنا كنت بقطع الكيك، شايفين هش وعامل ازاي؟ كيك يا جماعه خطير. هبدأ هنا في الخطوة التانية اجهز الكريم شانتيه. معايا كيس من كريم شانتيه، طبعا الكريم شانتيه اللي انا مستخدمه بسكر، فعشان كده ما اضفتش سكر. لو الكريم شانتيه بتاعك خام ممكن تزودي له معلقه من السكر البودر. وزودت عليه شوية من المية المثلجة او اللبن المثلج على حسب اللي موجود عندك. انا استخدمت المية المثلجة، نزلت بيها شوية كده بشوية. احتجت حوالي نص كوباية صغيرة، يعني انا محتاجتش الكوباية كلها لحد ما تقل معايا بقى بالشكل ده. دول شوية اتبقوا من الكوباية انا محتاجتهاش. هي الكوباية كانت حوالي 3/4 بس، ما كانتش كوباية كاملة، فاتبقى منها شوية دول. وبعد كده بعد ما الكريم شانتيه اتضرب، زودت عليه الفنجان الصغير من المانجا البيوريه. وضربت المانجا مع الكريم شانتيه كويس، وبكده اكون جهزت موس المانجا. وبعد كده اصبح جاهز، سبته على جنب. جبت البايركس او الصينيه بتاعتي ونزلت فيه بشرايح الكيك. وبعد كده بدات اسقي الكيك بعصير المانجا. العصير طلع معايا تقيل سنه، كان المفروض يبقى اخف من كده كمان عشان الكيك يتشربه على طول، بس مش مشكله عادي. يعني انتي بتعمليه دي ملحوظه، خليه اخف من كده معاكي. وبعد كده نزلت عليه بطبقه من موس المانجا. حلو قوي كده. بصوا انا هقول لكم على حاجه. انا الكيك ده اصلا يعني كان عندي، فعشان كده قطعته شرايح وحطيته في البايركس. لكن انتي لو بتعملي كيك مخصوص عشان تعملي الوصفه، يعني اعملي الكيك في بايركس على بعضه او في صينيه مستطيله او في صينيه مربعه، اقصد ان هو على بعضه. بعد كده خرميه بعود خشب واسقيه على طول بالعصير المانجا المخفف، واشتغل على طول عليه طبقه واحده. وبعد كده قطعيه قطعه. انا عملت الخطوه دي اللي هو الكيك شرايح لان اصلا الكيك كان موجود عندي. وبعد كده حطيت طبقه كمان من الكيك وبرده سقيته بعصير المانجا. هرجع اقول لكم تاني، خلي عصير المانجا مخفف عن كده. طبقه من موس المانجا، واخر حاجه شرايح المانجا. وبعد كده دخلته التلاجة لا تقل عن ساعتين. هتكون الكريم شانتيه مش سايح كده، هيكون متماسك معايا تماما. هبدا اقطعه، شايفين متماسك وعامل ازاي؟ تحفه، خطير يا جماعه. طبقات الكيك المتشرب بالعصير مع موس المانجا بيخلي طعم الكيك في حتة تانية خالص. ميكس حلو قوي يا جماعة مع بعضه. بتحس ان الكيك كده طري ومتشرب من المانجا مع قطع المانجا اللي على الوش. بجد بجد خطير، لازم تجربوه وانا متأكدة ان الوصفة هتعجبكم قوي. وقت تحضيرها كله ما خدش وقت خالص. يعني لو عندك كيك او لو هتجيبي كيك جاهز، الوصفة كلها مش تاخد منك دقايق يعني. كده نكون وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا النهاردة. اتمنى وصفتنا تكون عجبتكم وتشاركوها مع كل اللي بتحبوهم، واشوفكم ان شاء الله في فيديوهات تانية كتير بافكار كتير جديدة ان شاء الله تنال اعجابكم. واخيرا ما تنسوش اللايك والشير.